ناخد بالنا من سنان الأطفال من سن 3 ل6 سنوات. هنعرف كل حاجة مع بعض، بس قبل أي حاجة أنا دكتور يارا ياسين وده درس خصوصي. في الفيديو اللي قبل كده عرفنا إزاي ناخد بالنا من سنان الأطفال من أول ما يتولدوا لحد 3 سنين. في الفيديو ده بقى هنعرف إزاي ناخد بالنا منهم من أول سن 3 سنين لحد سن 6 سنين. وفي السن ده بتبقى كل الأسنان اللبنية خلاص اكتملت في بق الطفل، والأطفال اللي عدوا من تسوس الرضاعة ممكن ما يعدوش من التسوس اللي جاي اللي هو هيبقى في الدروس الخلفية بالذات. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي ونعرف هنعمل ايه. طبعا الحاجة اللي احنا متفقين عليها هي غسيل الأسنان، وغسيل الأسنان هيبقى مرتين في اليوم، وأهم مرة اللي هي قبل النوم. غسيل الأسنان هيبقى بمعجون نسبة الفلورايد فيه من 1000 ل 1250 ppm، ويستحسن يكون قد حباية البسلة. قبل كده كان قد حباية الرز، دلوقتي قد حباية البسلة. لما نيجي بقى نغسل أسنان الطفل، أول حاجة هيتمضمض كويس، بعد كده هنحط المعجون على الفرشة النظيفة ونغسل له أسنانه كويس جدا، وبعد كده هيتف بس المعجون مش هيتمضمض. ليه؟ علشان يبقى بقايا من المعجون على الأسنان فتدينا التأثير اللي احنا عاوزينه. هنيجي بقى للحاجات الحلوة والمسكرة اللي الأطفال بيحبوها. طبعا احنا مش هنقدر نمنعها خالص عن الطفل، لكن على الأقل قوي هنقول هنخليها مرة واحدة بس في اليوم، لأن تكرار الحاجات المسكرة كل شوية بيخلي اللعاب ينزل للحمضية وبيخلوش في توازنه الطبيعي، فده بيخليه عرضة أكتر إن هو يعمل تآكل الأسنان وتسوس أكتر من الطبيعي. وطبعا لو في أدوية الطفل مداوم عليها لفترات طويلة قوي فيستحسن الأدوية دي تكون من غير سكر، ولو مش عارفين نجيبها من غير سكر فيستحسن تكون قبل ما نغسل الأسنان مش بعد ما نغسل الأسنان. النقطة بقى المهمة زي ما احنا عارفين والناس كتير قوي بتتجاهلها برضو، وهي زيارة طبيب الأسنان على الأقل مرة كل 6 شهور، علشان برضو لو في أي حاجة تتلحق من الأول يلحقها بدون أي تدخلات عنيفة وبتخوف الطفل. آخر حاجة بقى وانصح بيها وهي حاجة اسمها فلورايد فارنش، وده تطبيق للفلورايد على الأسنان بيبقى في عيادة الأسنان مرة أو مرتين في السنة على حسب قابلية الأسنان للتسوس. ليه دور كبير جدا إنه يخلي الأسنان تقاوم التسوس بنسبة كبيرة جدا. كده لو اتبعنا الخطوات البسيطة دي في الحفاظ على الأسنان هنقدر نحافظ على الأسنان اللبنية لحد ما تبدل وتطلع الأسنان الدايمة بدون أي مشاكل أو أي تدخلات تزعج الطفل.